السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد سيف الزقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد بعنوان خروج صعب. الجزائر بتخرج أمام المنتخب النيجيري بعد مباراة صعبة جدا 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 على المنتخب الجزائري. مباراة كان فيها المنتخب الجزائري يعني يعني في أسوأ مبارياته في البطولة وأسوأ شكل ليه في البطولة، وده بتصريح من المدرب بيتروكوفيتش، هو اللي قال كده، وبتصريح اللاعبين كمان، وبتصريح كل الناس، ان على قد ما يكون في ظلم تحكيمي لكن كان المستحق للفوز كان نيجيريا. نيجيريا منتخب عملاق، منتخب قوي جدا، منتخب ذو آه، اطراف متجمعه، وذو لاعيبه فرديات على مستوى عالي، وذو خطه على مستوى عالي، ومدرب على مستوى عالي برضو. كل ده تجمع في لعيب من افضل لاعبين العالم، بل يكون افضلهم فيكتور اوسيمين، اللعيب الموهوب جدا جدا جدا، اللي كنا نتمنى انه يلعب في نادي عادي جدا، اللي مبين شكل كبير جدا ليه، ومبين صورة كبيرة ليه، قصاد رياض محرز ورفقائه عمورة. كل اللعيبة يعني صعب ظهور صعب جدا. بن سبعيني، زيدان، كل اللعيبه صعبه جدا جدا جدا، صوره صعبه جدا جدا. مدرب بيتوكوفيتش حاول، بس برضه الارهاق باين جدا من ماتش الكونغو، واخطاء تحكيميه واضحه في البطوله ولازم نتكلم فيها. البطوله فيها اخطاء تحكيميه صعبه جدا جدا يا جماعه، بتاثر على نتائج الماتشات، لكن اللي جاي هيكون ان شاء الله افضل المنتخب الجزائري. هارد لك المنتخب الجزائري والشعب الجزائري المحترم جدا. هارد لك ليكوا، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل، وباذن الله تغطيه دايما لمنتخب الجزائر على راسنا. ربنا يوفقهم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ادعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم، وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. وعايزين نزود القناه بقى شويه الفتره الجايه دي. والسلام عليكم.